بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب، صدق الله العظيم. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الإعدادي. معدنا النهاردة مع الجزء الثاني من درس التكاثر الجنسي واللاجنسي، طبعا الجزء الثاني والأخير. احنا خلصنا بالجزء الأول التكاثر اللاجنسي. الجزء ده هنخلص مع بعض إن شاء الله التكاثر الجنسي. وأول ما نعرف عن التكاثر الجنسي من معلومات إن هو بيحدث في أغلب الكائنات الحية الراقية. إحنا شفنا إن التكاثر اللاجنسي بيحدث في جميع الكائنات الحية وحيدة الخلية، وفي بعض الكائنات الحية عديدة الخلايا. التكاثر الجنسي بقى بيحدث في معظم أو أغلب الكائنات الحية الراقية. ومن خصائص التكاثر الجنسي إن هو بيحدث عن طريق فردين، مش فرد واحد زي التكاثر اللاجنسي. فردين أهم حاجة من نفس النوع، يعني ينتموا إلى نفس النوع من الكائنات الحية. الفردين دول أحدهما مذكر والآخر مؤنث، ودول بيطلق عليهم الفردين الأبويين. هناك في التكاثر اللاجنسي كان فرد أبوي واحد. هنا التكاثر بيتم عن طريق أجهزة وأعضاء تناسلية متخصصة. هناك ما كانش في حاجة لموضوع الأجهزة والأعضاء التناسلية المتخصصة. أنا بقارنك مقارنة سريعة، بفكرك بموضوع التكاثر اللاجنسي. هنا في التكاثر الجنسي يعتمد على الانقسام الميوزي، هناك في التكاثر اللاجنسي بيعتمد على الانقسام الميتوزي. لأن الانقسام الميوزي بيحدث في الخلايا التناسلية لإنتاج الخلايا الجنسية المذكرة والخلايا الجنسية المؤنثة اللي هي الأمشاج المذكرة والمؤنثة. هنا بيقول لك اشرح مع التفسير. يعد التكاثر الجنسي مصدرا للتغير الوراثي لسببين اتنين. السبب الأول لحدوث ظاهرة العبور أثناء الانقسام الميوزي، لتكوين بقى الخلايا الجنسية من الخلايا التناسلية. يبقى ظاهرة العبور أول سبب إن في التكاثر الجنسي تغير وراثي. تاني سبب إن مش فرد واحد اللي بيقوم بالموضوع ده، فردين اتنين، فبالتالي الأفراد الناتجة أو النسل الناتج بيجمعوا ما بين صفات الأبوين الذكر والأنثى، وليس فرد أبوي واحد. يبقى النسل الناتج يجمع بين صفات الأبوين. يبقى في التكاثر الجنسي بيتم عن طريق فردين، بيتم واسط أعضاء وأجهزة متخصصة، بيعتمد على الانقسام الميوزي مش الانقسام الميتوزي زي التكاثر اللاجنسي. بيعد التكاثر الجنسي مصدرا للتغير الوراثي. أما بقى في التكاثر اللاجنسي ده مصدر لثبات الصفات الوراثية ما بين الآباء والأبناء أو كل الأجيال. كله بيبقى مطابق أو يحمل نسخة طبق الأصل من صفات الآباء. الفرد الأبوي والفرد الأبوي بيحمل نسخة طبق الأصل لأبوه برضو الأبوي، وهكذا. بيبقى النسل كله أو النوع كله نسخة طبق الأصل. يبقى احنا كده خلصنا خصائص التكاثر الجنسي، ورجعنا معاه بسرعة على خصائص التكاثر اللاجنسي. يبقى هنا هنشوف بقى ان احنا
ممكن نعرف عملية التكاثر الجنسي اللي هي طبعا تزاوجي ما بين فردين أحدهما ذكر وأحدهما أنثى إنها عملية حيوية يشترك فيها فردين. هناك بقى في التكاثر اللاجنسي كان فرد واحد يقوم بها، فرد واحد يشترك فيها فردين من نفس النوع. الفردين دول أحدهم ذكر والآخر أنثى لإنتاج أفراد جديدة. إيه صفات الأفراد الجديدة دي أو خصائصهم الوراثية إيه؟ قال لك بتجمع في صفاتها الوراثية اللي هي الأفراد الجديدة بين صفات الفردين الأبويين اللي هما الذكر والأنثى. هناك بقى في التكاثر الجنسي كان فرد واحد، والأفراد الناتجة نسخة طبق الأصل من الصفات الوراثية للفرد الأبوي. هنا هنشوف كيفية حدوث التكاثر الجنسي أو مراحل حدوث التكاثر الجنسي. قال لك التكاثر الجنسي بيعتمد على مرحلتين أساسيتين: تكوين الأمشاج أو الجاميتات. الأمشاج طبعا مذكرة وأمشاج مؤنثة خلال الانقسام الميوزي للخلايا التناسلية. هنا يتتكون الأمشاج سواء بقى أمشاج مذكرة أو أمشاج مؤنثة. الاتحاد بين المشيج المذكر، وهنا مدينا مثال بحيوان منوي لأحد الكائنات الحية، وما بين المشيج المؤنث، وهنا مدينا مثال ببويضة برضو لنفس النوع طبعا من الكائنات الحية. ونتيجة لهذا الاتحاد بتحدث عملية الإخصاب. يبقى الإخصاب هو الاتحاد أو الاندماج ما بين المشيج المذكر والمشيج المؤنث. ونتيجة لعملية الإخصاب بتنتج عندي البويضة الملقحة أو البويضة المخصبة، وبينتج عندي أول خلية في الكائن الحي الجديد اللي هي الزيجوت أو اللقاح. يبقى عملية التكاثر الجنسي بتتم على مرحلتين: أولا تكوين الأمشاج أو تكوين الخلايا الجنسية سواء كانت مذكرة أو مؤنثة. تاني حاجة أو تاني مرحلة هي عملية الإخصاب. طبعا تكوين الأمشاج أو تكوين الخلايا الجنسية بتحدث نتيجة لانقسام الخلايا التناسلية بالانقسام الميوزي. وهنا مدينا مثال بخلية خصية. خلية الخصية فيها العدد الكامل من الكروموسومات أو المادة الوراثية كاملة. بيحدث لها انقسام ميوزي أول، بتنتج عندنا خليتين. الخليتين دول بيحدث ليهم انقسام ميوزي تاني، بينتج عندنا 4 خلايا، بس المرة دي بقى 4 خلايا جنسية ناتجين من الانقسام الميوزي للخلية التناسلية الأصلية. وال4 خلايا جنسية دول كل خلية فيها نصف العدد من الكروموسومات الموجود في الخلية الأصلية أو الخلية التناسلية. فيها عدد كروموسومات N، يعني نصف المادة الوراثية. نفس الشيء برضو حصل في لتكوين المشيج المؤنث اللي هو تكوين البويضات. حصل برضو انقسام ميوزي لخلية المبيض، وبالتالي نتج عندنا الخلية الواحدة هتنتج عن 4 خلايا جنسية أو 4 بويضات، في كل بويضة نصف المادة الوراثية أو نصف العدد من الكروموسومات. المرحلة الثانية بقى من التكاثر الجنسي اللي هي عملية الإخصاب، اتحاد بقى المشيج المذكر اللي هو فيه نصف العدد من الكروموسومات مع المشيج المؤنث اللي هو نصف العدد من الكروموسومات. يعني هيتحد المشيج المذكر مع المشيج المؤنث، هينتج عندنا بقى اللقاحة أو الزيجوت اللي هو هيحمل العدد
الكامل من كروموسومات النوع بقى، طبعا حسب نوع الكائن الحي اللي قامت فيه عملية الإخصاب أو عملية تكوين الأمشاج فيه. يبقى نقدر نعرف عملية الإخصاب اللي هي اندماج أو اتحاد المشيج المذكر اللي هو مدينا مثال ليه هنا حيوان منوي مع المشيج المؤنث اللي هو مدينا مثال به للبويضة لتكوين الزيجوت اللي هو اللقاحة أو البويضة المخصبة. يبقى نقدر نعرف الزيجوت أو اللقاحة إنها الخلية الناتجة عن عملية الإخصاب، يعني عملية الاندماج ما بين المشيج المذكر والمشيج المؤنث. والزيجوت ده طبعا بتحتوي على العدد الكامل من كروموسومات النوع حسب بقى نوع الكائن الحي اللي حصلت فيه عملية الإخصاب. لو كان الإنسان طبعا يبقى الزيجوت ده هيحتوي على العدد الكامل اللي هو 46 كروموسوم أو 23 زوج. يبقى عملية التكاثر الجنسي حصلت ما بين فردين أحدهما ذكر والآخر أنثى. الخلية الجنسية الذكرية اللي تحتوي على 23 كروموسوم اللي هي الحيوان المنوي اندمج واتحد مع الخلية الجنسية الأنثوية اللي هي البويضة الناتجة طبعا من انقسام ميوزي لخلايا المبيض، وبرضه الخلية الجنسية الذكرية ناتجة من انقسام ميوزي لخلايا الخصية. هنا المشيج المذكر يحتوي على 23 كروموسوم، والمشيج المؤنث يحتوي على 23 كروموسوم بيتحدوا مع بعض ويحصل بينهم اندماج، وهذا الاندماج يؤدي إلى حدوث عملية الإخصاب. يعني عملية الإخصاب دي بتؤدي إلى ظهور خلية جديدة اللي هي الزيجوت أو اللقاحة أو ممكن تقول البويضة المخصبة. وهذه الخلية الجديدة تحتوي على العدد الكامل من كروموسومات النوع. وهنا عندنا النوع إنسان، يبقى العدد الكامل للكروموسومات 46 كروموسوم اللي هو 2 N. أي عدد كامل لكروموسومات النوع في أي كائن حي بنرمز له بالرمز 2 N، نصف العدد يبقى N على طول. هذه الخلية اللي هي الزيجوت حصل لها انقسامات ميتوزية متعددة بقى لحد طبعا ما الجنين كبر، وبعد الولادة هيبقى طبعا هيولد طفل، ونتيجة برضو الانقسامات الميتوزية في خلاياه دي هتنمو لغاية ما هيبقى إنسان بالغ كبير طبعا، وهو فيه أو خلاياه تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات من ساعة ما كان زيجوت. هنا بيقول لك علل ثبات عدد الكروموسومات في أفراد النوع الواحد التي تتكاثر جنسيا، أو ممكن يجي يقول لك علل يظل عدد الكروموسومات ثابتا في أفراد النوع الواحد بعد حدوث عملية الإخصاب. طبعا هتقول له عملية الإخصاب دي إيه؟ هي اندماج، طبعا لاندماج المشيج المذكر الذي يحتوي على نصف العدد من الكروموسومات النوع مع المشيج المؤنث الذي يحتوي على نصف العدد برضو N من كروموسومات النوع، فيتكون الزيجوت الذي يحمل العدد الكامل من كروموسومات النوع اللي هو 2N. أو ممكن تقول له لأن الأفراد الناتجة من الكائنات الحية التي تتكاثر جنسيا تحصل على نصف عدد الكروموسومات من الأب والنصف الآخر من الأم، وبالتالي تحتوي على العدد الكامل من كروموسومات النوع. هنا بقى بيقارنك ما بين التكاثر اللاجنسي اللي هو اللا تزاوجي اللي بيتم في فرد واحد، طبعا ما بيحصلش فيه تزاوج ما بين ذكر وأنثى، وهنا التكاثر الجنسي التزاوج. أول حاجة مكان حدوثه، يعني الكائنات الحية اللي بيحصل فيها هذا النوع من التكاثر. قال لك
جميع الكائنات الحية وحيدة الخلية زي ما عرفنا خلال الحصة اللي فاتت. وبعض فقط بعض النباتات والحيوانات عديدة الخلايا زي ما شفنا نجم البحر، وزي ما شفنا بعض أنواع الفطريات. أما في التكاثر الجنسي بقى أو التزاوجي، أغلب الكائنات الحية الراقية بيتم فيها هذا النوع من التكاثر. محتاجين هنا كم فرد في التكاثر اللاجنسي؟ محتاجين فرد واحد فقط، فرد أبوي واحد. هنا في التكاثر الجنسي محتاجين فردين من نفس النوع، أحدهما ذكر والآخر أنثى. الصفات الوراثية بقى للنسل الناتج أو الأفراد الناتجة هنا في التكاثر اللاجنسي مطابقة تماما للصفات الوراثية للفرد الأبوي، لأن الأفراد طبعا بتحصل على نسخة كاملة من المادة الوراثية، نسخة طبق الأصل. هنا في التكاثر الجنسي الصفات الوراثية للأفراد الناتجين أو النسل الناتج يجمع ما بين صفات الفردين الأبويين. ولا تنسى ظاهرة العبور التي تؤدي إلى تنوع ما في الصفات الوراثية للنوع الواحد. هنا بقى في التكاثر اللاجنسي الانقسام الميتوزي هو المهيمن. يبقى نوع الانقسام الذي يعتمد عليه التكاثر اللاجنسي هو الانقسام الميتوزي. أما نوع الانقسام الذي يعتمد عليه التكاثر الجنسي التزاوجي هو الانقسام الميوزي. هنا بقى هل في التكاثر اللاجنسي بقى شرط حدوثه؟ هنا ما بنحتاجش في التكاثر اللاجنسي أي تراكيب أو أجهزة متخصصة في الكائن الحي، لأنه انقسام بيعتمد على الانقسام الميتوزي. أما في التكاثر الجنسي بيحتاج إلى أجهزة وأعضاء تناسلية متخصصة عشان يتم التكاثر الجنسي. وبكده نكون خلصنا التكاثر الجنسي. واوعى تنسوا ان احنا عندنا نوعين رئيسيين من التكاثر، تكاثر لا جنسي وتكاثر جنسي. التكاثر اللا جنسي طبعا بيحدث في جميع الكائنات واحد الخلية وبعض الكائنات عديدة الخلايا. أما التكاثر الجنسي ده بيحدث في الكائنات الحية الراقية. وبرضو اوعوا تنسوا ان عندنا صور 5 صور للتكاثر اللا جنسي. التكاثر بالانشطار الثنائي اللي هو بيحصل في الكائنات وحيدة الخلية. الانشطار الثنائي ده بيحصل في الكائنات وحيدة الخلية زي الأميبا، زي البراميثيوم، زي اليوبولينا، زي البكتيريا، زي الطحالب البسيطة. دي كلها كائنات وحيدة الخلية. وعندنا التكاثر بالتبرعم، وده بيحصل برضو في فطر الخميرة اللي هو كائن وحيد الخلية، وبيحصل في الهيدرا اللي هي كائن بتعيش في المياه العذبة، والأسفنج اللي هو كائن بحري. وكذلك التكاثر بالتجدد، والدرس ادانا مثال ليه على التكاثر في نجم البحر. وكذلك التكاثر بالجراثيم أو الأبواغ، ودي فطريات كتير بيحصل فيها تكاثر عن طريق هذه الصورة من التكاثر اللاجنسي، زي فطر عفن الخبز، وزي فطر عيش الغراب، وبعض أنواع الطحالب. احنا كده 1 2 3 4 فاضل لنا التكاثر الخضري، وده بتقوم بيه بعض النباتات زي البطاطس.
واوعوا تنسوا ان التكاثر اللاجنسي بيعتمد على الانقسام الميتوزي، والتكاثر الجنسي يعتمد على الانقسام الميوزي. بيحدث تنوع في الصفات الوراثية في التكاثر الجنسي. أما التكاثر اللاجنسي طبعا لا يحدث فيه تنوع في الصفات الوراثية، لأن الأفراد الناتجة عبارة عن نسخة طبق الأصل من الفرد الأبوي. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا، التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي. اللقاء مع حل تمارين كتاب الامتحان والكتاب المدرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.